سلام، كيفكن حبايب القلب؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله كلكم بخير وصحة منيحة من رب العالمين. أول شي وكالعادة خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليها تكون صدقة جارية لأنها اكتبوها في التعليقات، كل واحد عم بيشوف القناة جديد بتمنى يشترك بقناتي وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي هيك تعليقات حلوة من إيديكم وتصلوا على النبي بالتعليقات، خلوها تكون صدقة جارية إلي وإلكم إن شاء الله. أحلى هاي هيك بدينا يومنا. وحط مصر اللهم صل على سيدنا محمد. عم بشرب قهوتي واجا حمودي كمان عم يشرب حليب معي. هاي اليوم عم نشرب قهوتنا وفي ضيف معي عم يشرب اليوم كمان قهوته. هي إشو حليب. حليب مين؟ تعا هون حمودي، حموتي تعا هون، تعا فرجيهم إشو هاي. بروك بروك، إشو هاي؟ ها حليب. إيش عم تشرب؟ مين هدول؟ مين هدول رفقاتك؟ قلن إيش اسمون. أشر لهم، هن ما بيعرفوا. يلا أشر لهم على الصورة. أي مين هذا؟ مارشال. وهذا روكي. ايه طيب. وهات جيس. هذا روبوت رافع. انت مين تحب؟ روبوت وتيس. يلا اشرب حليب يا عيني. صحة طيبة، صحة وهنا. وماما ايش تشرب؟ قهوة. يا عيني بعد القهوة ما في. وهلأ هون هيك رح يبدأ الشغل ويبدأ الجد. اليوم نويت اني اقوم وعزل غرفة ابني. غرفة ابني هي صايرة غرفة للألعاب، يعني كل الألعاب بيحطوها فيها. وانا الصراحة هيك اخر فترة كمان يعني ما عاد انه رتبتها كتير لانه عم بوصيله على اغراض جايته مشان اغير له الموديل. عرفتوا علي كيف بقى؟ مشان هيك رح فرجيكم معي خطوة بخطوة ايش رح نعمل وكيف حيكون شكل الغرفة قبل وبعد. هي طاولة الدراسة القديمة، هذا الكرسي القديم انا جبت له كرسي جديد وجبت طاولة جديدة، وإن شاء الله موصيله كمان على تخت جديد. بينفتح الصندوق يعني بيصير تخت، كمان بيصيروا تختين إله ولأخوه الصغير، بس هلأ حاليا لسه ما وصل، بس صورت لكم الخطوة هاي. هذا التخت الصغير هو لحمودة، بس حمودة ما بقى ينام فيه، ما بقى بده ينام فيه، مشان هيك صار للألعاب. وهذا الكرسي قديم كمان طالعته للكب، كبينا كمان التخت والألعاب كلها 3/4 يعني نقيت لهم، خليت لهم بس هيك الألعاب الحلوة المنيحة والباقي كلها كبيتها. والله كيسين ألعاب طلع، يعني كل ما صارت مناسبة بنجيب لهم ألعاب، وكل ما رحنا على السوق بدهم يشتروا ألعاب، والألعاب تكومت صارت تل ألعاب. عرفتوا علي كيف؟ بقى مشان هيك خففتها وكبيت منها، يعني خليت لهم هيك كم لعبة حلوين يلعبوا فيها يتسلوا بس. هذا التخت كمان فكيناه وكبيناه نزلناه على الكب يعني. وهلأ شوفوا كمان كيف رح نبلش تركيب الأغراض الجديدة. الكرسي ركبوه أول شي، صراحة ما صورته، بس هلأ هون بدي صور لكم هالخطوات هي، عم بفرجيكم الغرفة كيف كانت وكيف حتصير. أمانة أعطوني رأيكم، بصراحة أعطوني رأيكم في التعليقات. وهي ماسة، هي خزينتها، ما حدا بيستجري يفتح لي إياها أو يقرب عليها، لازم كل يوم تفتحها تطمن على ألعابها إنه لساتهم في محلهم ومطبقة الخزينة. إذا شافت قطعة هيك منكوتة تيجي تصيحني ماما نكتولي خزينتي، ما بيصير، لازم كل شغلة مطبقة في محلها. والله شي يوم رح أصور لكم إياها هيك منيح كلياتها وشوفوا كيف. هلأ هون الكرسي ركبوه أول شي يعني بالصالون، ما صورت لكم إياه. بعدين جينا لهون على الغرفة فضيناها، نزلنا الأغراض كلها للكب، كنست الغرفة والحيطان كلها هيك كنستها كمان بمكنسة الكهرباء وما خليت فيها أبدا شي. وكمان مسحنا الأراضي، زحينا التخت مسحناهم كله. وهلأ هيك بركنا على النظيف عم نركب الطاولة.
الطاولة والكرسي أنا هو كان مشتهي عليهم من قبل يعني، وأنا جبت له إياهم مفاجأة، هو ما كان له خبر. إجا من المدرسة وشافهم كانوا واصلين، كتير فرح فيهم، كان حابب إنه هيك يكون عنده، والحمد لله رب العالمين جبنا له إياها. هلأ هيك كونوا معنا إن شاء الله مع تركيب الطاولة. هلأ هون يلي في ألمانيا بيعرف إنه أي غرض بناخده أو نوصي عليه أو أي شي بنشتريه يعني بيجي هيك في الكرتونة، ما بيجي مركب. يعني نحن لازم نركب، بدكن تحطوا الكتالوج قدامكن وبدكن تركبوا قطعة قطعة. والله العظيم هلكنا فيها. بتعرفوا كم ساعة ونحن قاعدين عم نركب؟ 3 ساعات. 3 ساعات أكلت معنا أنا وجوزي وابني، وآخر الشي كمان إجت بنتي صارت تساعدنا. يعني عن جد إذا تغلطوا بقطعة وحدة بمحلها، يعني إنه ما بتحطوها في محلها منيح، والله العظيم يعني بدكن تفكوا كل شي، بدكن تعيدوا كل قطعة ركبتوها وترجعوا تصلحوا الخطأ يلي أخطأتوه بقى. لذلك يعني لازم الواحد يكون صاحي كتير لكل قطعة عم بيركبها، وين محلها وين رقمها. يعني هلأ هني كمان الشي الحلو هو معقد شوي الكتالوج، بس إنه بدكن تفتحوا ورقة ورقة وبدكن تمشوا خطوة خطوة، وكل قطعة مكتوب عليها إنه هي 1 هي 2 هيك. حتى البراغي المفكات كل شي إيش يكون موجود بيكتبولكن. عرفتوا كيف إنه هدول مثلا براغي هيك يعني كلها يعني، بس إنه إيش بدكن تركيز كتير قوي. هي هون حتى ماسة إجت عم بتساعدنا، شوفوا ما تم حدا ما إجا ساعدنا لأنه طولنا فيها. وآخر شي جوزي بلش يمل منا وبلش يعصب علي، وكل ما جبت قطعة للبيت بده يسمعني نفس الحكي. إذا ترجعي توصي أو تجيبي شي تاني مرة يا ويلك أقلل له. طيب كل شي هون يعني عن جد والله كل شي هون في ألمانيا إنه بنجيبه، بس يعني نحن بدنا نركبه بقى بيت، يعني إجباري بدنا نجيب كل شي، أي شي الخزانة التخت أي شي بتشتروه ما بيجي مركب. عرفتوا؟ أحيانا يعني بنطلب مع التركيب بس بدكم تدفعوا يعني مصاري زيادة، بس مثل هيك قطع ما بيجي مع تركيبة، يعني نحن بدنا نركبها. بس القطع الكبيرة جوزي لما بده يوصي عليها أو نروح نشتريها يعني بيطلبها مع التركيب، يعني بيطلعوا لنا إياها وبيركبوها. إيه بس بده يدفع زيادة، بس مثل هيك قطعة يعني موسوي يعني وما بيجي عليها تركيب كمان. هلأ هيك هذا الشكل النهائي بعد ما ركبناها ووقفناها هيك. هي حلوة كمان، إلى محل هيك بتدخلوا فيها كهرباء، شايفين بتصير لوصلة شاحن الموبايل، لوصلة الكمبيوتر، لضوء لأي شي، يعني فيها هيك محل كهرباء، وفيها كمان هيك ليد بيتلزق. هلا شوفوا هلا انا هيك ماسكه كاميرا في ايد عم بشتغل كمان يعني في الايد التانية. شوفوا هلا هيك بلشنا نحط اللمسات الاخيرة، شايفين؟ هلا هدول السحابات. هلا اخر خطوة هي يعني السحابات كانت، والحمد لله رب العالمين هيك خلصناها بخير وسلامة. طبعا بعد 100 خناقة و100 قتيلة صارت، والحمد لله خلصنا منها. انتو كمان هيك كل ما جبتوا قطعة وركبتوها بده يصير خناق وقتال في البيت؟ يلا الحمد لله. وهذا هيك الشكل النهائي، شايفين ما أحلاها؟ ما شاء الله طلعت عن جد كتير حلوة، يعني ما توقعنا إنه هيك تكون يعني حلوة وتقيلة. شايفين شقد حلوة؟ وعطت هيك جو حلو للغرفة. شوفوا هلا عطوني رأيكم بالغرفة بالشكل النهائي. هلا هيك هي بعد ما ركبناها وخلصنا ونظفت كل شي صورت لكم اياها. قولولي شو رأيكم فيها قبل وبعد بكل صراحة. اكتبولي بالتعليقات، وتحبوا هيك فيديوهات مشان نتم نصور هيك فيديوهات بصور لكم مثلا تجديد كل شغلة عم بعملها، لأنه في عندي هيك أفكار كتيرة إن شاء الله رح أصورها كمان معكم. بس قولولي بتحبوا هيك فيديوهات كمان نرجع نصور إن شاء الله. ويلي وصل معنا لهون ما تنسوني من اللايك والتعليقات الحلوة. يلي أول مرة عم بيشوف قناتي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هلأ هون هاي طبخة الغداء تبعيتنا. حبيت أعمل لهم اليوم فروج بالكيس الحراري. الفروج بالكيس الحراري
أحيانا بعمله لحاله ونقلي جنبه بطاطا أو مثلا على رز كمان يطلع كتير طيب. وأحيانا بحب إني أحط هيك أقطع معه بطاطا وفطر وجزر وحط معه كلياته، يعني بحطه في الكيس الحراري وبعدها نطالعه هيك على الخبز كمان تطلع كتير طيبة. بقى جربوها على هالطريقة وعطوني كمان رأيكم. ويلا نبلش بخطوات تتبيلة الفروج. أول الشي حطينا لبن تقريبا، لأنه أنا هون عاملة فروجتين، يعني جاييني هيك ضيوف على الغدا، عملت فروجتين. بقى شوفوا كيف. هلأ هون حطيت لبن وحطيت دبس فليفلة أو محمرة، شو بتقولوا لها انتو منطقتكن، وتوم، وشو كمان. هلأ هون التوابل حطينا قرفة، بهار، ملح، كزبرة، شوية قرنفل، كركم وكاري، رشة ملح ليمون، توابل كمان. شوفي عندكم توابل للفروج حطوها، يعني تعرفوا الفروج طيب بتوابله، يعني حطوا ما حتظهر يعني تفكروا انه حتقتلوا طعمته او هيك، لا بالعكس بتعطيها طعمة طيبة وتقتل الزنخة. هلا هيك نحط لها كمان شوية دبس بندورة، شوي ما نكتر، شوفوا. ونحط كمان عصير ليمون، لأنه يعني يا ملح ليمون تحطوا يا عصير ليمون. ونحط زيت زيتون، أنا هيك أكلات يعني بحب حط لها بس زيت زيتون، شايفين كيف. وأهم شي تحطوا له توم فريش، يعني بتدقوه بتحطوا له إياه. شايفين كيف التوابل. وهلأ هون رجعت حطيت شوي حمض، يعني حسيت إنه لسه بتتحمل. اي والله، وحطيت لها هيك حمض كمان شوي. الشطة ما بيصير بلاها، عن جد تطلع هيك تعطيها شوي طعمة طيبة، حدودية خفيفة، يعني مو انه تفكروا حدودية قوية او هيك، لا حدودية خفيفة بتعطيها طعمة طيبة. مع تتبيلة الفروج دائما حطوا شطة وشوفوا شو قد تفرق معكم. طبعا للي يحب هيك يكون فيها نكهة حد. هلا هون التبلة خالصة، وهون قطعت البطاطا، بقى بحب اقطعها، غسلتها كلها طبعا، غسلتها منيح 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 تحت المي وقطعتها بقشرة. وقطعت كمان الفطر، ما فرجيتكم هالخطوات هي مشان يعني اختصر لكم، عرفتوا كيف. هلأ والفروج نقعته كالعادة بخل وطحين ورجعت غسلته وصفيته. أهم شي إنه تصفوه مشان ما يتم مي من مية الغسيل وبيأزنخ معكم الفروج. تحطوه بمصفاية يعني وتحته شي وتخلوه يصفى هيك ما بتم. وإذا تنشفوه كمان محارم لا يمنع، محارم المطبخ هدول الورقيات كمان لا يمنع. هلأ هيك نبلش نتبل الفروج، نتبله كتير منيح. شايفين كيف عم بحط حتى في قلب الفروجة مشان التبلة يعني تاخد يعني هيك تاخد كلها يعني بقلبها حتى بيدخل التبلة تدخل. شايفين. ونتركها إذا عندكم وقت يعني تبلوها من بالليل، ما في عندكم وقت اتركوها تقريبا ساعتين. عرفتوا كيف مشان تاكل تبلتها. وهلأ هون هيك تركتها حتى ترتاح يعني، وبعدين رجعنا لحتى نحطها بالكيس الحراري. هذا هو الكيس الحراري، أنا بجيبه من الدي ام، هو يجي هيك طويل وانتو تقصوا تاخدوه القياس اللي بدكن. يعني أنا هدول بحبهم أكتر من الأكياس التانيين اللي موجودين عند العربي لأنهم كبار، يعني بتقصوا على كيفكن انتو تاخدوا القياس يلي بدكن ياه. شايفينه. أنا اليوم عاملة فروجتين بقى، لهيك رح أكبر الكيس مشان تسع البطاطا والفطر والفروج كله يسع مع بعض، لأنه رح أحطه معه مشان ياخد التبلة من الفروج وياخد النكهة من الفروج. والله تطلع أكلة كتير طيبة عن جد يا بنات، جربوها مع البطاطا والفطر وجزر ذرة، شو بتحبوا حطوا يعني شو يكون موجود عندكم حطوا. والله تطلع أكلة كتير طيبة. وهلأ هيك تموا معي على الخطوات وشوفوا كيف آخر شي رح تكون طريقة التقديم. وهي ورق غار كمان بحط هيك بقلب الفروج، عرفتوا علي كيف. وشوفوا هلأ هيك عم بحط لها إياها قبل ما أحطها في الكيس. هلأ هي هون فرجيتكم شوي وبعدها رح أوقف لأنه اللغوصة بتصير يا لطيف لما بدكم تحطوا الفروج بالكيس، يعني بتتلغوصوا كلياتكم، بس معلش لأنه تطلع أكلة طيبة، أكلة طيبة كتير.
اي والله. وهيك شايفين كيف. هلا برجع كمان بروح وبجي بحط لها هيك من التبلة. بس هلا اخر شي يعني مو حتصير كلها في الكيس. الكيس الحراري كأنه طنجرة ضغط، يعني حتنضغط فيها الفروجة. شايفين. وهلا هيك يعني اختصرت لكم مشان ما افرجيكم اللغوصة والهي اللي فتنا فيها، الحرب يلي فتنا فيها. اي والله. هلا هيك شوفوا كيف الكيس مفتوح من هون ومن هون، يعني صرت حط من هون ومن هون. شايفين عم بفرجيكم. الفطر كتير طيب على فكرة معاها، يعني كتير طيب الفطر. هلا هيك قفلتها، بدكم ترصوها كتير منيح مشان ما يتنفس معكم، لأنه بس نفس الكيس يعني ما كان مرصوص منيح ما بتستفادوا شي. عرفتوا هي أصولها يكون مضغوط كتير منيح مشان ينضغط. عرفتوا. وبس نعمل ثقب واحد هيك بالنص وبس. وحطيتها هيك بالصينية. هلأ بجي بحط لها مي بأرضية الصينية تقريبا أول نص ساعة 3/4 ساعة، كل شوي يزيدوا مي. ليش؟ مشان يعني مو مباشرة تحترق من تحت. عرفتوا علي كيف؟ لأنه إذا ما حطيتوا لها مي مباشرة حينشف تحتها وحتحترق تلزق في الكيس، يعني يصير هيك نسبة الحرق كتير. وتحطوها في الأرضية لأنه الفروج ني بقى بيتحمل طبخ، ونحن الصينية حطينا لها مي يعني ما بيأثر، ما بتخافوا. حطوها بأرض الفرن. شايفين هلأ هيك كيف تقريبا تاكل معكم طبخ بالفرن، بس مباشرة طالعوها على الأكل تكون حتى متأمرة وكل شي ساعة ونص، ساعة ونص كاملة. شايفين هلأ هيك فرجيتكم كيف انتفخت. هلأ هون آخر 10 دقايق عم بعمل بقى كريمة توم جنبها، لأنه هالأكلة هاي طيبة كتير جنبها كريم توم، لأنه تطلع مثل الفروج المشوي الجاهز. بدها كريم توم جنبها. تحطوا علبة اللبنة. أنا بعملها بهالطريقة هاي، ما بعملها الصراحة بنشا وهيك، بحب أعملها في هالطريقة هاي. حطيت لبنة، حطيت ملح، توم، قشرت لها توم، وحطيت شوي ملح ليمون. شايفين ملح ليمون مشان يمسكه. ونحط لها زيت نباتي، زيت نباتي تقريبا نص كاسة. إذا شفتوها خفيفة رجعوا ضيفوا لها زيت نباتي وما تخافوا، لأنه لما نضيفوا لها ترجعوا زيت نباتي بتسمك معكم. والله العظيم يطلع التوم كتير طيب. الكريم التوم هذا جربوها وادعوا بنات، عن جد كتير كتير طيبة. هلأ نجيب المكسر أو بالخلاط أو بشو أي شي بدكن إياه. شايفين هلأ هيك قوامة عن جد كتير كتير طيب. أنا جنب المشاوي، جنب الفروج، جنب أي شي بعمل هذا التوم، والله يطلع طعمته غير شكل. شايفين لساتني عم بخفق فيه، يعني ما خلصت. هلأ هون هاي هيك القوام تبعه. شايفين. هلأ بفرجيكم كيف حنحطه بالصحون، يعني ما نو خفيف، يعني عم بفرجيكم مشان تشوفوا القوام تبعه. شايفين كيف يطلع كتير طيب ويطلع خفيف كمان على المعدة، يعني ما بيضايق. هيك أنا بحس إنه أخف من كريم التوم يلي ينعمل بالنشا. جربوا هالطريقة هاي ورح تصير إدمان عندكم. طريقة سهلة وسريعة، لا بدها طبخ ولا بدها شي ولا بدها غلبة. شايفين كيف. هاي هيك كمان قسمناها بصحون، وريتوا ألف صحة وهنا إن شاء الله على قلبنا وقلبكم. وهي خطواتنا الأخيرة. هلأ كمان نفرجيكم كيف حنقدم الفروج، كيف رح أقدمه يعني بهالطريقة هاي. واعملوها واعطوني رأيكم بالتعليقات، اكتبولي تعملوها أنتو كمان بنفس الطريقة. هلأ هون هيك حطيت خبز وبدي أحط لها أدهن الخبز بالمحمرة. شايفين مشان يطلع يعني كأني فروج جاهز، كأني فروج مشوي، يعني عن جد والله يطلع هيك بهالطريقة هي كتير طيب. حتى إذا عندكم هيك حدا جايكم على الغداء، عزيمة شي، يعني ما بدها، يعني بس تبلتوها وحطيتوها بالفرن خلص خالصة، يعني على ما تبركوا تشربوا لكم فنجان قهوة أو شربتوا لكم كاسة عصير تكون طبختكم صارت، ولا بدها غلبة ولا بدها لبكة. كلها تحطوها مع بعض، البطاطا والهي كلياتها مع بعض. شايفين. هلا هون حطيت كمان دبس رمان، هيك اول ما فتحتها تكبت شوي يعني، بس رجعت وزعتها، ما خليتها في محل واحد هيك مشان ما تعطي حموضة كتير. كمان هيك حطولها دبس رمان على الخبز مشان يعطيها هيك طعمة طيبة.
وهي هيك خطواتنا الأخيرة، وإن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم، وبتمنى تكتبوا لي بالتعليقات حلو فيديو اليوم، بتحبوا هيك فيديوهات مشان كتر لكم منها. وإن شاء الله استنوني بفيديوهات جديدة بأيام جديدة إن شاء الله، حيكون هيك فيديوهاتنا كلها حلوة، وريتوا ألف صحة وهنا إن شاء الله على قلبنا وقلبكم. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، ويلا باي.